الجزء الثاني من صينية الديكوباج. الصينية اللي عملناها في الحلقة اللي فاتت. بصوا جميلة ازاي. انا قلت اجود بقى شوية، فعملت لها خطوط بالورق الذهب. ده اسمه مسيون ابيض، بيجيب من مكتبات. قولي لهم عايزين مسيون ورق الذهب. بتحطه على اي حتة مثلا مش ظابطة قوي، طبعا حتة لايق معاها ورق الذهب، يعني ما لطعوش كده في اي حته. لا، هنا مثلا في خطوط في الرسمه نفسها باين ان هو لونها ذهبي كده، فانا ممكن احط لها ورق دهب هيبقى شكلها احلى. بصوا هنا انا عملت غلطه ان انا حاطه بفرشه مبططه. الخطوط طلعت عريضه قوي، ما كانتش شكلها احسن حاجه، بس هي عملت الصينيه كلها باظت. هتشوفوا ليه في الاخر. في غلطتين حصلوا. اول غلطه ان انا زي ما بقول لكم عملت بالفرشه المبططه دي خطوط عريضه. وخلي بالكم المسيون ده مش بيدوب في الميه، فالفرشه بتاعته هغسلها بالتنر. انا كنت جبت بقى خلاص ورق الذهب اهو، برضو بيجيب من مكتبات، من محلات الديكوباج، بيجيب من الناس اللي بيبيعوا ريزن، يعني كل منتشرين. ده كان عندي بستنيت بقى لما المسيون اتحول لونه من الابيض للشفاف، نستنى مثلا ربع ساعه. بعد كده احط بقى ورق الذهب وادوس عليه كده في كل الاماكن بقى اللي انا حطيت فيها المسيون. بحاول برضو ان انا يعني ما احطوش زي ما قلت لك خطوط عريضه من تحت لفوق كده، يعني تنزل على ما فيش، فبيبقى شكلها برضو الطف. لانه بعد ما بيلزق بيبقى صعب ان احنا نشيل حاجه مش مظبطه كده، خلاص بيبقى لزق جامد قوي يعني. فهفضل بقى احط في الحتت اللي انا عايزه حطيت فيها المسيون، وكده كده الزياده بيتشال. بتك بقى عليه كده بصوابعي. بعد كده بالفرشه بروح بقى شايله الزياده، وبحاول لو قدرت ألم الزيادة ده من ورق الذهب بيكون أفضل، علشان خاطر ناخده بقى كده مثلا نحطه زينة كده في حاجة صينية بالرزق. وطبعا نوع الرزق اللي بنحطه بمقاديره وازاي نحسب الكمية خدناه في كورس الديكوباج المدفوع على الموقع بتاعي. انا طبعا لما حطيته عمل بقع زيت كده، وانا قصدت اصوره عشان تتعلموا من الخطأ اللي انا وقعت فيه. انا كنت اديت طبقه ورنيش، بس سبت الصينيه شويه فجي عليها تراب، فبقيت امسح بالوايبس كل شويه عشان اشيل التراب ده، عشان لما احط طبقه الريزن ما يبقاش التراب محشور تحته يعني. فمع المسح كتير بالوايبس طبقه الورنيش اتشالت. فالمفروض ان احنا لما نيجي نراعي كويس جدا، لما نيجي ندي طبقه ريزن لصينيه معموله بالديكوباج، لازم احط ورنيش على الاقل 3 طبقات بينهم نشفين، ما يكونش ما امسحش بقى كل شويه بالوايبس او حاجه بحيث انه الطبقه دي تدوب، لا. كمان اعمل سبراي دوكو شفاف في الاخر. بعدين واتاكد بقى ان انا حاطه في الركن كويس، ان كمان الورقه تكون ملزوقه كويس جدا، ما يكونش فيها طرف مثلا مرفوع. الطرف ده هي برضو الريزن هيخش من تحتيه ويعمل لي بقعة زيت تحت. انا حاولت اداريها بفراشات باي حاجة، بس لقيت ان الصينية كلها باظت، فخلي بالكم.